أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اليوم كما وعدتكن أخواتي، موضوع المحاضرة هو الطلاق العاطفي. الطلاق العاطفي طبعا واحد مشكل كبير تيوقع به الأزواج، واللي كيتسبب في غالب الأحيان إلى ظاهرة الطلاق اللي ولات منتشرة ومستفحلة في المجتمع ديالنا المغربي بصفة خاصة، والمجتمع الإسلامي والإنساني بصفة عامة. طبعا الزواج هو رابطة مقدسة، لأن الدين ديالنا كيعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وبصلاح الأسرة تصلح الأوضاع في المجتمع، وبفساد الأسرة كتفسد الأخلاق والطباع في المجتمع. والركنين ديال الأسرة هما الزوج والزوجة، كيجمع بيناتهم الولاء والوفاء والمودة والصفاء والتعاطف والتلاطف ووفاق الآداب وحسن الأخلاق. هذا هو اللي خاص يكون بين الزوجين. والرابطة الزوجية هي رابطة عظيمة زعزعت في الآونة الأخيرة مع الأسف في معظم الدول الإسلامية بسبب جهل المسلمين بقيمة الزواج وقدسيته في الإسلام. لأن الآن الزواج ولا زواج مصلحة، ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن بين على أن الزواج عنده واحد القدسية وعنده واحد الأهمية. فهو ليس مجرد التقاء رجل بامرأة تحت سقف واحد وبعقد شرعي. الزواج في الإسلام أعظم من ذلك. الزواج في الإسلام عنده قيمة عظيمة وقدسية جليلة، وعنده دلالات إيمانية. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج سنة المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، معنى أن من سنته الزواج، ومن رغب عن هذه السنة بدون أي سبب فليس منه. وقال أيضا: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. إذا الزواج ماشي وسيلة لحفظ النوع الإنساني، معنى ماشي من أجل التكاثر فقط، بل هو وسيلة للإطمئنان النفسي والهدوء القلبي والسكون الوجداني. فهو سكن، الزواج سكن كما سماه الله سبحانه وتعالى: لتسكنوا إليها. فهو سكن للنفس ومتاع للحياة، ثم هو إحصان للجوارح. يقول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والزواج سنة، الزواج ستر، الزواج عفاف وأجر وعبادة وحسنة، وكتعتبر كذلك صدقة. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه له بها أجر. إذا هنا كيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن حتى العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة ديالو راه فيها أجر، فيها إحسان، وكتعتبر صدقة. الحياة الزوجية هي حياة خصها تكون عامرة بالعواطف، اللي كتفيض بها المشاعر النبيلة ديال قلب الزوج والزوجة، فيميل كل قلب إلى قلب محبوبه. وملي كتفقد الحياة الزوجية هاد العواطف الصادقة، كيولي الجفاف في العواطف، وكتموت المشاعر. من تما كتولي المشاكل والانشقاقات، ولهذا تسمت هذه الحالة بالطلاق العاطفي. أنا طلاق
غير ماشي حقيقي، ماشي على الوراق والناس ما كيعلموش به، ولكن تيكون طلاق بين الزوج والزوجه من الناحيه العاطفيه. هي ما كتبقاش تحبو، وهو ما كيبقاش يحبها، كيولي واحد التنافر بيناتهم، كيبقاوش يتفاهموا. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله في خلال الدرس الاعراض ديالو والمظاهر ديالو. هذا النوع ديال الطلاق كيقدر ما يوصلش للطلاق المباشر، اذا تحولت اذا كانت هناك اسباب كتحول دون طلاق، خوفا، اما خوفا على المستقبل الاولاد. كاين بعض الازواج هما كيفكروا انهم يطلقوا ويتفارقوا، ولكن لمصلحه الاولاد كيبقاو مجموعين تحت سقف واحد، ولكن هما عاطفيا راهم مطلقين. واحيانا كاين اللي كيرفض الطلاق الحقيقي خوفا من كلام الناس، او خوفا من واحد الواقع، لان مثلا المراه كترفض انها تطلق لانها مثلا ما عندهاش اللي غادي مثلا يكفلها من بعد الطلاق، او اللي يكفل لها الاولاد ديالها. وكتعرفوا الازمه ديال النفقه في المجتمع في المغرب وغيرها من المجتمعات. اذا هنا كتفضل المراه انها تبقى مطلقه عاطفيا على انها تطلب الطلاق الحقيقي والطلاق المباشر. اذا هناك اسباب كتمنع. احيانا العادات، احيانا المراه مسكينه ما كتقدرش تطلب الطلاق لان عيب في بعض الاسر ان البنت تطلق وترجع لدارهم. اذا كتصبر مسكينه وكتبقى جالسه على داك المشاكل اللي بينها وبين الزوج ديالها على انها تطلق، لان عندهم عيب في الاسره، ولان مها وباها قالوا لها لا جيتي راه ما نعقلوش عليك الى اخره. هذا الشيء كيعانيو منه بزاف ديال البنات اللي تزوجوا ولقاو واحد الواقع ما كانوش كيظنوا انهم غادي يلقاوه في المجتمع، في البيت ديال الزوجيه. اذا كتستمر الحياه بين الزوج والزوجه امام الناس انهم زوجين، ولكن بيناتهم جميع الروابط منقطعه، روابط عقليه عاطفيه وروابط نفسيه، وكذلك حتى في الفراش. وكيرتبط غالبا هذا النوع من الطلاق العاطفي في مرحله منتصف العمر، معنا في ديك 40 عام والفوق كتبدا تبان هذه الحاله على بعض الازواج. اذا الطلاق العاطفي اخواتي عنده انواع، وكيقولوا المحللين طبعا النفسانيين انهم جوج الانواع. كاين الطلاق العاطفي اللي كيكون كيصدر من واحد من الزوجين بوعي، معنى واعي به وباغي، هو كيدير هذاك الطلاق العاطفي وكيدير الاسباب ديالو. طبعا وكاين واحد النوع اللي كيعيشوه بعض الازواج وما واعيينش به، هما مطلقين عاطفيا وما عارفينش انهم مطلقين عاطفيا، وهذا هو اللي خطير. هذا هو اللي خطير، لان هذا كيبقى يستفحل الانسان بحال داك اللي كيكون مريض بشي مرض وما عارفش راسو راه مريض، حتى يفوت الفوت ملي كيمشي عند الطبيب تيقول لي تعطلتي ما جيتيش شحال هذه. اذا النوع اللي كيكون صادر عن وعي واراده من الزوجين معا وبعلمهما، وكاين النوع اللي كيحس به غير واحد من هذوك الاطراف، وغالبا كتكون المراه هي اللي كتحس به، هي اللي كتعاني منه الزوجه، وكتستمر مع الزوج وهي متضرره واحد الضرر طبعا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من هو الغالب في حالات الطلاق العاطفي، معنى ان اللي كتعاني منه الزوجه واللي هي اللي كتكون واعيه به، والزوج كاع ما مسوق وما حاش به نهائيا. الان غنشوفوا اخواتي اشنو هي الاسباب ديال هذا الطلاق العاطفي. من الاسباب ديالو الاختلاف في العمر، تيكون احيانا فرق شاسع في العمر بين المراه والراجل. غالبا كتكون الراجل كيكون راجل مثلا كبار من المراه ب 20 عام او ب 30 عام، ما كيكون داك الفارق شاسع جدا بين الزوج والزوجه ديالو. او العكس، مثلا المراه كتاخذ شي راجل اللي هو صغر منها. كذلك كيكون الاختلاف الثقافي، كتكون مثلا المراه قاريه اكثر من الراجل، هذا هو اللي كيتسبب غالبا في الطلاق العاطفي. او العكس، كتكون مثلا كيكون الراجل قاري والمراه مثلا اميه، حتى هذا كيقدر يساهم في وجود هذا النوع من الطلاق. ثم عدم تكيف كل طرف مع رغبات الاخر، احيانا كيكون مثلا واحد فيهم ما كيتكيفش مع الاخر، ما كيتناسبش معاه في بعض الرغبات، بحال رغبه جنسيه مثلا، اما من طرف الرجل او من طرف المراه، اما ان المراه لا تشبع زوجها او العكس، هذا كيؤدي هو الطلاق العاطفي. ثم كذلك كيكون اقتصاديا، مثلا الراجل اللي كان مثلا فقير جدا وما كيكفيش للمراه داك الحاجيات ديالها اللي كتحتاج، مثلا تبغي تلبس، تبغي تمشي عند الطبيب، كتبغي بزاف الامور ما كيوفرهاش ليها، هذا هو كيقدر يؤدي للطلاق العاطفي. ثم اجتماعيا، مثلا المراه مثلا ما كتلبيش الرغبه الاجتماعيه للزوج ديالها، مثلا ملي يكونوا مثلا مع الاصدقاء ديالهم ديال العائله مثلا، كتكون كتبان على انها مثلا غير لبقه، او لا ما كتعرف الصواب، او لا كذا او لا كذا. وهذا طبعا كيخليه انه يخجل منها وسط العائله ديالو ولا وسط الاصدقاء ديالو، وهذا الا ما حسناتش هي من العطاء ديالها وما تصاوباتش هي ما حسناتش من وصحات الاخطاء ديالها، راه كيؤدي للطلاق العاطفي. او لا هو كيقلب على زوجه اخرى احسن منها،
او لا في الحلال، او لا كيلتجئ للحرام وكيقلب على داك الفراغ اللي عنده، مثلا اما جنسيا او او اجتماعيا، او هي حتى هي كتقلب عليه اذا كان هو ما كيلبيش لها الرغبات ديالها الجنسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه. كذلك من الأسباب اللي كتؤدي للطلاق العاطفي هو التغيرات الفسيولوجية عند المرأة، بسبب مثلا انعدام التبييض. ملي المرأة كتوصل لسن اليأس، ملي كتكبر كتوصل لسن اليأس، هنا كيقدر الزوج، هنا كتبقى طبعا ملي كتوصل المرأة لهذه المرحلة كتقل عندها الرغبة الجنسية، وطبعا هذا كيأثر وكيؤدي بالزوج انه كينقطع عليها عاطفيا، لان مابقاش كتلبي ليه طبعا الرغبات ديالو كما كانت، او لا الجسم ديالها كتبدا تشراف، كتبدا تبان عليها العلامات ديال الترهل، وخصوصا المراه اللي كتكون هامله راسها، الشيب وبزاف الامور وما كتديهاش في حالتها، حتى هو كيؤدي هذا الامر الى الطلاق العاطفي، وكيبدا يقلب على الجمال في مكان اخر. لما المرأة واخا توصل لهذا السن تبقى تهلا في راسها وتقوم بما طبعا ينفعها، باش تبقى دائما يشوفها الزوج ديالها في احسن صورة واحسن شكل. ما خصهاش تهمل، لان هذه من الاسباب ديال، خصوصا المراه اللي كتكون مثلا خدامه وعندها الاولاد ومشاكل مسكينه، ما كيبقاش لها الوقت اللي غتعطيه لنفسها وتهلا في الجسم ديالها وفي الشكل ديالها طبعا الخارجي اللي بدا كيتغير مع السن. نسال الله انه يبارك في الاعمار ديال النساء وديال الرجال. كذلك من الاسباب اخواتي ديال هذا الطلاق عدم التكافؤ في المستوى المادي او التعليمي. من المستوى المادي، مثلا المراه كتكون من عائله غنيه جدا جدا، كتكون ثريه بزاف، وكتاخذ واحد فقير في الاولى كتبغي وكتقول لك راه ناخذ واخا ما عنده والو، واخا كما قالوا خبز وزيتون يعشينا، ولكن ملي كتزوج كتولي في واحد الواقع اخر، هنا كيولي يبان لها ما كيبقاش يعمر لها عينيها، ما كيبقاش يلبي لها الرغبات ديالها الاقتصاديه، وبالتالي كتولي تحقرو وكتولي تشوف فيه واحد النظره ماشي هي هذيك. كذلك خصوصا ملي كيكون الراجل افقر من المراه، ملي كانت المراه هي الفقيره ما كيبانش هذا المشكل بحال الا كان الزوج هو اللي فقير، او كيكون كذلك عدم التكافؤ في المستوى التعليمي، كتكون هي قاريه عليه بزاف، او لا العكس، هنا كيولي واحد فيهم كيبان ليه الاخر كيف والو، ما كيبقاش ما كيقنعوش ملي كيتناقش معاه كيلقاه ما عارف والو لهذا خاص يكون التكافؤ بين الزوج والزوجه. المراه ما تاخذش شي راجل اللي قاري عليها بزاف، او لا حتى لا كان لو وقع عليها ان تحسن من مستواها التعليمي. راه من بعد الزواج كيمكن المراه تقرا، من بعد الزواج كيمكن المراه مثلا ما عندهاش البكالوريا مثلا وهو عنده الدكتوراه ولا عنده شي مستوى عالي، راه ممكن من بعد الزواج تحسن من المستوى ديالها التعليمي، دير مثلا تاخذ البكالوريا ديالها، تكمل التعليم ديالها الجامعي. وطبعا هنايا الا كان هو كيهتم بهذا الامر بزاف ما غاديش يمنعها، او العكس حتى الزوج حتى هو الا كانت المراه قاريه احسن منه وكيبغيو بعضياتهم حتى هو يحسن من المستوى ديالو التعليمي، لان هذا سيسعد الطرف الاخر، باش ملي كيبغيو يتناقشوا كيبغيو يهضروا على شي حاجه كيكونوا مستوى بحال بحال، ماشي هو يضل يشرح ليها وهي ما تفهم والو، او العكس هي تضل تشرح ليه وهو ما فهم والو، ما عنده ثقافه ما عارف حتى شي حاجه. طبعا هذا كيأثر واخا ما كيبانش في الاول، ولكن مع مرور الوقت كيبان، وكيتمنى ان كون ما تزوجش بها، وهي كتمنى انه كون ما تزوجاتش به، نسال الله العافيه. ونتمنى من ربي سبحانه وتعالى يألف بين القلوب، وكل واحد يحاول يسعد الاخر بما يمكنه ان يسعد الاخر. ملي كتشوف مثلا امراه راجلها هذه الحاجه غتسعدو ديرها، وهو كذلك طبعا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قلنا عدم التكافؤ في المستوى المادي او التعليمي، او في الطموح والميول، هو عنده طموح، الزوج عنده طموح باغي يدير وباغي يدير، وهي كتقول له وبارك علينا غا هادي وبارك كذا، هي بحال كتضبط العزيمه ديالو كتنزل ليه من داك الهمه ديالو. او العكس كتكون المراه اللي عندها طموح والراجل كيبركها الارض ويبرك له بلا ما ديري هادي، هذا تا هو كيؤدي للطلاق العاطفي. لهذا دائما من الافضل يكون عندهم بجوج طموح، طموح لتحسين الوضعيه ديالهم الاقتصاديه، طموح لتحسين وضعيتهم العلميه والثقافيه، وغيرها من الامور اللي كيطمح كل من الزوج والزوجه انهم يوصلوا لها طبعا مع بعضياتهم. كذلك من الامور اللي كتؤدي لهذا النوع من الطلاق هو الاهتمام بالمصالح الخاصه على حساب على حساب الطرف الاخر. معنى المراه كتهتم بالمصالح ديالها وكتهمل المصلحه ديال الزوج، او لا العكس، الزوج كيهتم بالمصالح ديالو مثلا وكيهمل المصلحه ديالها هي، بحال مثلا كيبقى مشغول مثلا غير بالعمل ديالو، مشغول غير بجمع الفلوس وكذا وكذا، وهي ما كيهتمش بها، او لا العكس هي مشغوله مثلا بصحاباتها ولا مشغوله بالعمل ديالها في الدار خارج الدار، وهو ما كتعطيهش الحق ديالو.
كذلك من الاسباب ديال هذا الطلاق العاطفي وجود مشكله اسريه، يكون شي مشكل بيناتهم بحال العقم مثلا، هي ما كتولدش اولا هو ما كيولدش. طبعا كيقول لها انا غنصبر معاك، وهي كتقول لها انا غنصبر معاك، ولكن مع المده راه كيقدر يوقع هذا الطلاق الى طبعا ما لان ما كياخذوش داك طبعا الامر الطموح اللي عندهم ما كيوصلوش ليه. كذلك هناك العجز الجسدي، مثلا ملي المراه كتوقع عليها شي اعاقه اثناء الزواج، مثلا شي مرض مزمن او لا اعاقه او عجز مادي، مثلا الزوج كان لاباس عليه خدات ولاباس عليه وعنده الدار وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، ولكن مع المده افلس، ما بقاش عنده فلوس. وهي طبعا تغيرات الحاله ديالها، من الناحيه ديالو كانت كتبغيه لاباس عليه، كانت كتبغيه عنده كذا وكذا وكذا، ولكن ملي كيعجز جسديا او كيعجز ماديا ما كتبقاش تعقل عليه، او العكس حتى هي ملي كتعجز جسديا او ماديا واخداها خدامه وعندها واحد الوظيفه وعندها واحد الماندا، وفي واحد اللحظه فقدات هذاك داكشي اللي عندها، مبقاش كيعقل عليها حتى هو ولا كيقلب على. لهذا ملي كيكون هنا الزواج من اجل المصلحه، ما كيكونش زواج بسبب العاطفه والمحبه والنيه على المشاركه في الحياه حتى الموت. كذلك كاين بعض المرات كتكون مشكله في العلاقه الحميميه بين المراه والراجل، معناها كيكون سبب حميمي هو او جنسي هو اللي كيؤدي لهاد الطلاق العاطفي، وخصوصا الى كل واحد فيهم واعي بداك المشكل وما حاولوش يتعالجوا مثلا. وكاينه مشاكل كثيره كتؤدي، مشاكل جنسيه كثيره كتقدر تؤدي لهذا الطلاق. لهذا الانسان خاصو يوعى بالمشكل، والمراه اللي كان عندها هذا المشكل جنسي مثلا تحاول تمشي تعالج، مثلا كان عندها مشكل ما مثلا في العلاقه ديالها الجنسيه، او لا الراجل كذلك. كاين الحمد لله دابا كاين اطباء كاين مختصين تحاول انها تحسن من الاداء ديالها طبعا باش تعطي الحق للراجل، وهو كذلك باش يعطي الحق للمراه ديالو. كذلك احيانا تيكون سبب تدخل الاهل، العائله كتدخل في المشاكل بين الزوج والزوجه، كيدخلوا الصغيره والكبيره، الام او الحمات مثلا مثل المراه كتدخل في الشؤون ديالهم، وهذا طبعا كيقلق الزوج. او لا العكس، كنلقاو العجوزه مثلا الام ديال الراجل كتدخل لهم في حياتهم وكتدخل في الكبيره والصغيره. هنا كذلك الزوج طبعا الزوجه ما كيعجبهاش الحال، وهذا كيؤدي كذلك لهذا النوع من الطلاق. ثم عدم تعود احد الزوجين على التعبير عن المشاعر ديالو. كاين احيانا بعض البنات اللي كيكبروا في اسر محافظه، اسر ما المراه ما كتعبرش على العاطفه ديالها للزوج ديالها. هذيك كلمه احبك ما كتلقاش عندهم في الاسره، عندهم عيب لان كيسمعوها غير في المسلسلات ديال كما كنسموا المسلسلات ديال العهر وديال العشق وهذه الامور. لهذا المراه كتحشم انها تقولها للزوج ديالها، او لا هو العكس كذلك كيحشم يقولها لها. اذا هنا ملي الزوج ولا الزوجه ما كيتعودوش على التعبير على هذه المشاعر والاكتفاء بالصمت، غير ساكتين، ملي كيبركوا مع بعضياتهم كيبقاو غير ساكتين، ما يعبر لها على المشاعر ديالو، ما كتعبر ليه هي على المشاعر ديالها. وهذا مهم جدا دائما بين الزوج والزوجه ديالو، خاص كل واحد فيهم مره مره يعبر للاخر على المشاعر ديالو نحو الاخر. اذا وغيرها من الاسباب اللي كتؤدي لهذا الطلاق العاطفي. كذلك المهم نوصلوا ان شاء الله، انا كاين بزاف الاسباب لكن نكتفيو بهذا القدر. والمظاهر ديالو شنو هي؟ تقدرش وحده فيكم تقول لي باش غنعرف راسي انا مزوجه، انا كنعاني مع الزوج ديالي من الطلاق العاطفي؟ اذا المظاهر ديالو كثيره. اول مظهر من مظاهر الطلاق العاطفي عدم الاحساس بالميل للاخر، معناها ما كيبقاوش يميلوا لبعضياتهم من بعد ما كانوا كيبغيو بعضياتهم، كانوا كيحبوا بعضياتهم. هذاك الحب كما كنقولوا ديك العاطفه بحال بردات، هو ما كيبقاش يميل ليها وهي ما كتبقاش تميل ليه، بحال كاينه في الدار بحال ما كايناش. وبالنسبه لها هي بحال كاين الزوج ديالها بحال ما كاينش، ما كاينش داك الشوق وما كاينش داك الوحش انك توحشوا لا هو يتوحشها، الدنيا هانيه عندهم، ما كيبقاش هذاك الميل لبعضياتهم، وهذا خطير جدا. كذلك عدم ارتياح الزوج في البقاء في المنزل، ملي نشوفوا الزوج غير خارج غير باغي يخرج غير باغي فين يبعد من الدار، هذا راه من الاسباب. لان المراه ما كتقدرش تهرب، المراه ما عندها فين تهرب، ما كتقدرش تهرب مع الوليدات، ولكن الزوج هو اللي كيهرب بقى مع صحابو، هو مسافر هو هنا، معنا قليل فين كيدخل البيت. وحتى لا رجع من العمل كيمشي عند صحابو يبرك معاهم مثلا في المقهى، ولا كيمشي عند دار والديه وكيخليها هي باركه بوحدها في الدار. كذلك من العلامات ديال الطلاق العاطفي ضعف العلاقه الجنسيه، معناها كتنقص داك عدد العلاقات الجنسيه مثلا بيناتهم، او لا كتنعدم، اما كتقل او لا كتنعدم. كذلك الحياه الزوجيه ما كيبقاش فيها تجديد، معناها كاين داك الروتين اللي نديروه اليوم نعاودوه غدا، معناها ما كاينش واحد التجديد في العلاقه، لان العلاقه الزوجيه دائما خاصها تجديد ودائما خاصها
شويه ديال التغيير باش يحيد باش يحيد الملل ويحيد الضجر. من العلامات كذلك ديال الطلاق العاطفي التضجر والتأفف من أي مشكلة أو نقاش ينشأ بين الزوجين فيما يتناقشوا. هي ما كتبغيش مثلا تبقى تصنت ليه يبقى يتناقش معاها، وهو كذلك معنا بحال كيكرهوا بعضياتهم لدرجة أنه هو ما كيبقاش يبغي يسمع ليها وهي ما كتبقاش تبغي تسمع ليه. وكيتمناو انهم هذا هو السبب اللي كيخلي الصمت هو اللي كيجمع بين الزوجين، وإلا تكلموا مع بعضياتهم كتشعل العافيه بيناتهم وكيوليو مضاربين وكيوليو يتعايروا وشد ليا نقطع لك. اذا هذه كذلك من علامات الطلاق العاطفي، من عمرهم ما كيتفاهموا لا ملي كيكونوا بزوجهم ولا ملي كيكونوا مع الناس ولا ملي كيكونوا مع اولادهم. كذلك من العلامات ديالو غياب الاحترام بين الزوجين، كيبقاش يحترمها وهي ما كتبقاش تحترمه، هو كيقدر ينقص منها وهي كتنقص منه، ما كيبقاوش يتشاركوا في بعض الانشطه المشتركه. بحالاش مثلا كانوا موالفين ملي يكون شي مناسبه عند شي واحد من العائله ولا من عند الاصدقاء كيمشيو بزوجهم. ملي كتوقع بيناتهم هذه الحاله ديال الطلاق العاطفي كيولي يقول لها سيري بوحدك، اولا هو كيمشي بوحدو يقوم بالواجب، اولا كيقول لها سيري انت بوحدك، ما كيبقاش يبغي يمشي معاها. الا بغات هي تسافر تيقول لها سيري انت وولادك وما كيمشيش معاهم. معنى كتولي ديك الانشطه اللي كانت مشتركه بيناتهم كيولي كل واحد فيهم كيديرها بوحدو. هذه كذلك علامه معنى ما كيبغوش يتشاركوا في شي حاجه اللي هي زوينه واللي كانت زوينه بيناتهم، ما بقاش كيحسوا بديك اللذه ديال ديك الحاجه اللي هي زوينه بيناتهم، كالسفر وكالمراح وكالخروج مثلا خارج البيت لتناول وجبه الغداء او وجبه العشاء. ما كيبقاوش ملي كتقول ليه يقول لها سيري انت وولادك انا الله يحفظ عليكم، ولا ما كيمشيش ولا كيبدا يعتذر لها عندي كذا عندي كذا، هو ما باغيش يخرج معاها. كذلك هناك ظاهرة السخرية والاستهزاء. المرأة كتبدا تعيب على راجلها قدام الناس، كتبدا تعيب فيه وتبدا تستهزأ منه وقدام ولادها ولا قدام العائلة ديالها ولا قدام العائلة ديالو هو. إذن هذا طبعا كيكون أمر خطير، كيبان على أنها باغا تضحك عليه عباد الله وتضحك عليه الناس، وهو كذلك هو كيبدا ينقص منها قدام الناس، يعايرها يسبها قدام ولادها قدام والديه قدام. هذا طبعا من العلامات كذلك، وهذا أمر طبعا غير مقبول، ما خصوش غير مقبول. الانانيه ولا مبالاه باحتياجات الطرف الاخر، ما كتبقاش تهتم به اش كيبغي، اش باغي ياكل، ما كتبقاش تعطيه الحق ديالو في هذه الامور ديال مثلا، وهو كذلك داكشي اللي الاحتياجات ديالها وداكشي هي اللي باغا ما كيبقاش يهتم بها كما كان. كذلك الاكل والشرب بشكل منفصل، وهي كتاكل بوحدها، هما غير بجوجهم في بلاصه وحده، هي كتاكل بوحدها وهو كياكل بوحدو، اولا هي كتاكل قبل منه ملي كيدخل كتحط ليه ياكل بوحدو، اولا العكس كيسبقها هو ياكل قبل منها باش طبعا ما ياكلش معها ولا هي ما تاكلش معاه. آه كذلك من العلامات ديال الطلاق العاطفي تبلد المشاعر، تبلد المشاعر وجمود العواطف وجرح مشاعر الطرف الاخر بكلمات مؤذيه، معناها كيبداو يأذيو بعضياتهم كتبلد عندهم المشاعر، بحال كيولي الجفاف بيناتهم، هي مابقات تحن عليه وهو ما كيحنش عليها، ديك العاطفه اللي كانت في اول الزواج ماتت. كذلك من العلامات الهروب المتكرر من البيت، معناها هي كيخصها كيفاش تخرج من البيت ما تبقاش باركه معاه ما تبقاش تلاقى معاه، وهو كذلك. اولا جلوس الزوجين في اماكن منفصله، هما في بيت واحد، هي باركه في غرفه وهو بارك في غرفه، معناها ما كيتجمعوش الا ملي تيكونوا ضياف او ملي تيكونوا ولادهم عاد كيتجمعوا، يتجمعوا على الاكل او لا باش الناس ما يحسوش بان راه كاين بيناتهم طلاق عاطفي. بحال قلنا باش يبقى دائما ديك الصوره ديالتهم في المجتمع كما هي، ولكن هي في الحقيقه ماتت الزوجيه بينهما، الا تبقى على الاوراق فقط. كذلك شيوع الصمت، كيبقاو ما كيبقاوش يهضروا ملي كيكونوا باركين بوحدهم، ما كيهضروش مع بعضياتهم. غياب لغه الحوار في الحياه الزوجيه، ما كيبقاش الحوار بيناتهم. غياب الشفافيه بين الزوجين، هو كيولي يخبي عليها وهي كتولي تخبي عليه، هو ما كيبقاش يقول لها اش كيوقع ليه في الخدمه، ولا كيبقاش تعرف الحساب ديالو شحال ولا شحال كيدخل ولا شحال كيخرج، ولا اي عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله كيخبي عليها كلشي، وهي كذلك كتخبي عليه اي حاجه. الشفافيه ما كتبقاش بيناتهم، هي عندها اسرارها وهو عنده اسراره، وهي احيانا كتسمع الاسرار ديالو من عند ناس اخرين، وهو احيانا يسمع اسرارها من عند الغرباء. وهذا طبعا خطير جدا من غياب الشفافيه، حتى كيبدا الزوجان معا او احدهما في اخفاء الكثير من الاشياء عن الاخر. كذلك قلنا سيطره الصمت ذكرناها. العجز عن وصول اتفاق بين الزوجين، فيما يتناقشوا على شي موضوع كيهمهم ما كيوصلوش للاتفاق، دائما هي كتشرق وهو كيغرب. الحل اللي كيختاروا الزوجه كترفضه، والحل اللي كتبغي الزوجه تقوم به الزوج كيرفضه، هذا عمرهم ما كيتفقوا. اذا اخواتي،
أحيانًا كما قلنا من الأسباب ديال هاد الطلاق العاطفي هو انعدام الكفاءة بين الزوجين، وهذه الكفاءة راه ذكروها الفقهاء والعلماء، حيث أن يقول الإمام مالك رحمه الله أن الكفاءة بين الزوجين خصها تكون في الدين والحرية، معنى يكون الراجل متدين والمرأة متدينة، أو لا الرجل مسلم والمرأة مسلمة، باش يكون توافق بيناتهم. كذلك في الحرية، مثلا المرأة تكون حرة وهو يكون حر، ماشي عبد ياخذ حرة أو لا حرة تاخذ عبد، خصهم يكونوا بجوج أحرار. السلامة من العيوب كذلك خصها تكون، هذا الإمام مالك تيقول بأن الكفاءة خصها تكون في هذه الأمور، وكذلك السلامة من العيوب، ما هو ما يكونش فيه العيوب طبعا الظاهرة اللي كتستحيل معها العلاقة الزوجية، وهو كذلك. الإمام أبو حنيفة تيقول الكفاءة خصها تكون غير في النسب والدين فقط. الإمام أحمد تيقول الكفاءة خصها تكون في الدين والنسب والحرية والصناعة، لأن الصناعة من الخدمة، لا تكون يكون قادر على العمل والخدمة، وهي كذلك تكون قادرة على العمل والخدمة، وكذلك في المال. هذا الإمام أحمد. والإمام الشافعي تيقول الكفاءة خصها تكون في الدين وفي النسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة، من العيوب اللي كتنفر، حيت كاين شي عيوب اللي كتنفر، كاينه عيوب اللي ما كتنفرش. واختلفوا في الغنى الناس من ناحية الفلوس، قالوا بأن في المدن يشترط يكون واحد التوافق من الناحية المادية، يعني يكونوا قراب من بعضياتهم ماديا من حيث المستوى الاجتماعي ديال الزوج أو ديال الزوجة. وفي البوادي تيقولوا ماشي مشكل، في البوادي ما كيبانش داك الاختلاف طبعا الاجتماعي بين الزوج والزوجة. آه، هنا غنشوفوا أن هذا الطلاق العاطفي عنده واحد التأثير خطير طبعا على النفسية ديال الزوج والزوجة، هذا لا نقاش فيه، معروف، لأن الزوج كيعيش واحد المعاناة والزوجة كتعيش معاناة. أحيانا هذا هو اللي كيؤدي للاكتئاب وكيؤدي للمشاكل، ارتفاع الضغط الدموي، ارتفاع السكر، داك الستريس، وهاد الأمور كلها راه أحيانا كيكون السبب ديالها هذا الطلاق العاطفي، لأن الزوج والزوجة اللي المفروض أنهم يكونوا مع بعضياتهم تيبغيو بعضياتهم، وهما اللي كنقضيو مع الزوجة طبعا الزوجة كيقضيو مع بعضياتهم أطول وقت ربما كتقضيه مع أي شخص آخر، كيولي هذاك الشخص اللي كنتظروا منه مثلا العطف والحنان والمحبة والاهتمام هو لا يبالي، وهي لا تبالي، وكاين الجفاء وكاين الصمت وغيرها من الأمور. هنا غنتكلموا الآن على التأثير ديال هذا الطلاق على الأبناء، لأن هذا الطلاق ما كيأثرش على الآباء فقط، على الزوج والزوجة، كيأثر حتى على الوليدات، حيث أن الوليدات كيولي عندهم الإحساس بفقدان أحد أساسيات الحياة. وأساسيات الحياة عند الأطفال هو أنهم خصهم يشوفوا باهم وأمهم كيبغيو بعضياتهم، لأن الطفل ملي كيشوف باه وأمه كيحبوا بعضياتهم وكينسجموا مع بعضياتهم كيحس بالأمان، كيحس بأنه عايش مزيان. ولكن ملي كيشوفهم ديما خاصمين، ديما كيتضاربوا، ديما كيتعايروا، هنا كيحس بانه مهدد، واحد النهار غيضطر انه يعيش مع باه بوحدو او لا يعيش مع امه بوحدها، معنى ان هذه الاسره ما غتبقاش، وانه غيمشي ينتقل يعيش بلاصه اخرى، ربما مع جدو ربما مع جداه. وكتعرفوا هذاك اش كيوقع للاطفال في حاله الطلاق. لهذا ملي كيوقع الطلاق العاطفي هنا كيولي الطفل كيحس بتهديد بان باه وامه واحد النهار غيتفارقوا، وهو اللي غادي يكون ضحيه، هي غتمشي تزوج راجل اخر، والزوج سوا غيتزوج بمرأة أخرى، ولكن شكون اللي كيبقى ضحية؟ هما دوك الأطفال اللي كيبقاو طبعا عندهم واحد إحساس بعدم الأمان والخوف من عدم الاستقرار. كذلك أحيانا الأطفال كيوليو يحقدوا على الأب إذا شافوا أنه هو السبب في هاد المشاكل اللي بينه وبين الزوجة ديالو، أولا كيحقدوا على أمهم إلا كانت هي السبب، إلا كانت هي السبب في هاد الطلاق العاطفي كيوليو الأبناء كيحقدوا على أمهم، أو العكس كيحقدوا على باهم. وخصوصا الا كان الاب كيحرشهم على امهم، او الام كتقول لهم رباكم دار ليا وفعل ليا، وتبقى تشكي عليهم وتعاود لهم المشاكل بينها وبين الزوج ديالها، وهذا طبعا كيأثر على الاطفال وكيوليو يحقدوا على الاب ديالهم. وهذا طبعا امر خاص ما يكونش، خاص الام واخا كتعاني من طلاق فما امكنها ذلك ان تكتم ذلك عن ابنائها، لان هي كتعاني وتزيد حتى وليداتها حتى هما يعانيوا معها، طبعا هذا امر ما خاصوش يكون. كذلك هذا الشيء كيؤدي احيانا الى انحراف السلوك، هذاك الطفل كيولي كينحرف سلوكيا، كيولي يكذب، كيقدر يولي يسرق، كيبدا يبان عليه الميل للعنف، كيولي يضرب، كيولي يعاير، كيولي فيه واحد العدوانيه، وشي كيبان في المدرسه، كيبان ملي كيلعب مع الوليدات، من داك الضغط اللي عنده لداخل كيولي يبدا يخرجو، كيبدا يفرغو على من هو اضعف منه، لانه ما قدرش يبينو مثلا في البيت خوفا من الاب او خوفا من الام. كذلك الطفل كيولي معرض في هذه الحاله ديال الطلاق العاطفي بين باه وامه للاصابه بالامراض النفسيه، كيقدر يتآذى نفسيا، وكيقدر يتآذى كذلك، وكيوصل الأمر إلى الاكتئاب.
وسمعنا كثير من الاطفال ولاو كينتحروا. وهذا طبعا امر ما خصوش ان الطفل يوصل لهذه المرحله. ان الطفل محب للحياه، هذه هي الطبيعه ديالو. اللي كيولي وليد الطفل كيكره الحياه بسبب امه او ابيه المنفصلين داخل البيت، كيبقى مهدد طبعا بانه غيتشرد وانه غادي يعاني، كيقدر ينتحر والعياذ بالله. كذلك من الاضرار هو التخلف المدرسي، كيولي ما كيبقاش يجيب المعدل مزيان اللي كان كيجيبو ملي با ومو ولاو كيتخاصموا بزاف، مابقاش كيحفظ، مابقاش كيدير في الدراسه ديالو. كتجي الورقه ديال الغياب فيها التغيبات، خصوصا في سن المراهقه وفي الثانوي وفي المستويات مثلا العاليه. اذا مشاكل كثيره كترتب عن هذا الطلاق العاطفي، وخنضلوا نهضروا عليه. راه عاد كاين المشاكل اللي كتاثر على المجتمع بصفه عامه، وهو طبعا استفحال ظاهره الطلاق. لان كما كيقولوا بعض طبعا بعض الإحصائيات، أن عندنا في المغرب يقولوا أن 800 ألف حالة طلاق كل سنة. معناها الزيجات ما كيكملوش دغيا كتسمعوا يلاه تزوجوا ذاك العام، هما هذا العام طلقوا. وكاين اللي راه في الشهر الاول، كاين اللي في الشهر الثاني كيطلقوا، في الثالث. لهذا طبعا دائما قبل ما الزوج مثلا، قبل ما تزوج او الراجل يتزوج، خاص بعدا نشوفوا شكون هو هذا الطرف الاخر اللي غنتزوج به. واش كاين كفاءه بيني وبينه؟ واش كاين شي فرق اللي ما يمكنش نصبر عليه؟ واش كاين شي عيب فيه ما يمكنش دائما خاصنا حتى وليداتنا دابا اللي مقبلين على الزواج خاصنا ننبهوهم لهذه المسائل. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. يعني لا جاكم خاطبا رجل متدين خلوق، زوجوه، أو لا تزوجوا به إذا كانت المعنية هي البنت، أو لا الأب مثلا زوجوه ما عطيوه. وإذا بقيتوا كتقلبوا على أسباب أخرى للزواج كالمال مثلا وغيرها، تكون فتنة وفساد كبير. أول حاجة نبحثوا عليها طبعا هي الدين والأخلاق، ثم الأمور الأخرى. طبعا ضروري طبعا الماديات مهمة جدا، ولكن أول حاجة نسولوا عليها في الزوج اللي غادي يتزوج بالبنت مثلا، بنتنا، ولا البنت بغات هي تزوج أول واحد خطبها، خاص على الدين ديالو هو الأول، قبل ما تسول على واش خدام ولا ما خدامش، واش عنده الدار ولا ما عندوش الدار، واش كذا ولا كذا. أول حاجة تسول على الدين ديالو، واش كيصلي واش ما كيصليش، واش كيشرب الخمر واش كذا واش كذا. عاد نسولوا على الأمور الأخرى اللي حتى هي مهمة، لأن الكفاءة الاقتصادية حتى هي مطلوبة وضرورية كما بين ذلك علماء وفقهاء الأمة. كذلك الراجل اللي بغى يتزوج خصو يتزوج البنت على أساس الدين هو الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا شفنا الاسباب وشفنا المظاهر والعلامات ديال الطلاق العاطفي. اليوم غنشوفوا عفوا شنو هو العلاج. شنو هو العلاج ديال الطلاق العاطفي؟ اذا العلاج كاين بزاف ديال الخطوات كيمكننا نتبعوها باش يتحقق لنا الموده والرحمه والسكينه في هذا الزواج. اول حاجه هو الاعتراف بوجود المشكله وتحديد الاسباب ديالها. لان انا كنشوف راسي كنعاني من الطلاق العاطفي مع الزوج ديالي، خصني نعرف شنو هو السبب، شنو هو المشكله، شنو هو السبب في هذا الطلاق، شنو المشكله اللي كانت هي السبب. علاش انا وليت انا والزوج ديالي في هذه الحاله؟ علاش؟ اذا المراه تفكر وتسول وتبحث طبعا بينها وبين نفسها وتشوف الاسباب ديال هذا الطلاق، شنو واش مشكل منها هي. الا كان مشكل منها هي تحاول تصلح الاخطاء ديالها. ثم التحدث مع الزوج بهدوء، تهضر معاه بالهدوء، تقول ليه بغيت نهضر معاك، هذا المشكل اللي حنا فيه راه ما خصوش يدوم. الى متى غنبقاو هكا ساكتين؟ الى متى غنبقاو هكا مفارقين بيني وبينكم، فارقين وقدام الناس مزوجين، ما مزوجين ما مطلقين؟ اذا تهضر معاه بمسؤوليه وطبعا بهدوء، بلا ما تخسر الهضره وبلا ما تغوت وبلا ما تتعصب، باش حتى هو يجاوبها ويتكلم معها بهدوء باش يحلوا المشكله. اذا الخطوه الاولى قلنا الاعتراف بالمشكله. اولا خصني نعترف ان كاينه مشكله، كاين سبب، ونقدر نكون انا كزوجه هي السبب. انا كنهضر معاك، احنا كنهضر مع النساء، اذا تقدر تكون المراه هي السبب ماشي الزوج، ويقدر يكون العكس. ولكن المراه تشوف بعدا ربما السبب منها هي، وتعترف بالخطا ديالها وتعترف بالمشكله اللي كتعاني منها. اذا كانت شي مشكله اللي كيمكن تصاوب، اذا كانت في العلاقه الجنسيه تحاول تصلح مثلا، ولو تتظاهر بانها مثلا مهم
تبين ليه انها مثلا انها معاه مثلا في الفراش، واخا هي ما عندهاش الرغبه نهائيا، باش يحس بانها معاه. ماشي اذا المراه تبذل واحد المجهود كبير 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 باش هذاك الزوج يرجع كي كان. اذا قلنا الاعتراف بالمشكله وتصحيح الخطا الا كان من الزوجه، ثم التحدث مع الزوج وتقول لي انا ذاك الخطا اللي كنت كندير غادي نحسن من التصرف ديالي، وراه غندير وتواعدوا وتحاول تقرب ليه. كذلك زياده الصراحه، تكون الصراحه والوضوح والمرونه في العلاقات الزوجيه، ما بقاش تخبي عليه وهو ما بقاش يخبي عليها. كذلك اتاحه المجال لكل من الزوجين باش يقول داك الشيء اللي بغا، يبركوا على الميده على الطاوله، تقول لي داك الشيء اللي باغا تقوله، تقول لي كاع داك الشيء اللي في نفسها تقولوا لي، اش كيضرها منه، شنو اللي ما بغاتش تشوفوا فيه. وهو كذلك نفس الشيء، هو الا كانت عنده الرغبه في الاستمرار معها راه غادي يدير لها داك الشيء اللي خايب فيه، راه غادي يحسن من السلوك ديالو. وكذلك هي الا كانت قال لها العيوب ديالك، اش كديري تحسن من السلوك ديالها. طبعا ارضاء لربها اولا، ثم ارضاء لذلك الزوج، ثم ارضاء لنفسها وراحتها، ثم ارضاء لابنائها ولاسرتها، باش تحافظ على عش الزوجيه. لان المراه راه عندها اكثر من، نقولوا 90% ديال المحافظه على البيت الزوجيه تيكون من المراه ماشي من الراجل. هناك كذلك اتاحه المجال لكل من الزوجين للاطمئنان الى الاخر وكسب الثقه لولدها، المعنى تعطيه المجال باش يولي يثيق فيها، انها امراه خصو يثيق فيها وخصو يعطيها فرصه اخرى وكذا وكذا. وهو كذلك يبين لها انه اهل للثقه، وانها خصها تثق فيه، وانه غادي يبدا معاه، وكانه غيبداو حياه جديده، وتواعدوا ويواعدها طبعا امام الله سبحانه وتعالى، والله حسيب كل واحد منهما. على الزوجه ان تكون دبلوماسيه مع زوجها. هادشي دائما المراه خصها تكون كما كنقولوا، المراه تكون تهضر بكلام في المديح، تبقى تثني على الزوج ديالها، تمدحو، تقول ليه كلام زوين، تمدح الشكل ديالو، واخا ما يكونش زوين تقول لي انت زوين. ملي يجي تقول لي تبارك الله على طلعه عندك، تبارك الله على كلامك كيداير، تبارك الله العسل كيخرج من لسانك. هاكا المراه خاصها، هاكا المراه كيقول لك المراه، ما عقلت على داك المصطلح، احسن من السحاره، المراه الفلاحه احسن من السحاره. لهذا المراه خصها تتعلم كيفاش تقرب القلب الزوج ديالها، خارج طبعا في الفراش وكذلك خارج الفراش، باش تشعره بانها فعلا زوجة صالحة واهل لان ان يثق فيها ونعطيها الحياة ديالو كلها. ولا بقات هي كتثني عليه وكتمدحو دائما، راه غادي يتعادل، لان المديح كيعادي، المديح معدن. الا سبقنا كنسمعوا شي حد كيمدحنا، حتى حنا راه كنردوا ليه بالمثل، وحتى حنا كنمدحوه بنفس الكلام. مثلا المراه تتغير من داك الكلام، تعيط عليه غير سميتو، تقول لي حبيبي، الزين ديالي، الغزال ديالي. هادشي كنسمعوه غير في العلاقات اللي هي محرمه، الغير مشروعه. علاش ما نقلوهاش للعلاقات المشروعه؟ واذا ملي الراجل غيسمع مرته ديما كتقول ليه هذاك الكلام الزوين والكلام اللطيف، راه طبعا مع المده حتى هو غادي يبادلها بالمثل، وغي تكون عاوتاني داك المحبه اللي كانت في الخطوبه غترجع، بحال يجددوا زمن الخطوبه ولو في سن الكهوله. هما كبروا ولاو عندهم 40 عام 50 عام، ولكن بغاو يرجعوا لك الايام الاولى اللي كانت داك الكلام الزوين اللي كانوا كيقولوا بعضياتهم في اول الزواج. خاصو يرجع، واخا كبروا في السن، راه ما كاينش شي سن اللي خاص بكلام معين. في كل سن خاص تكون الموده وتكون الرحمه، وهي الموده هو المراه تقرب للزوج ديالها، والتقرب بجميع اشكال انواع التقرب، من الكلام، من اي شيء يسعد الزوج على المراه ان تكثر منه طبعا في طاعه الله سبحانه وتعالى، فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. المراه خصها تتعلم فن الغزال، تتعلم كيفاش تغزل الزوج ديالها. وكاين بزاف المصادر دابا، وسائل التواصل فيها كل شيء. اللي ما بغاش تتعلم، كما كتقلبي على الوصفات، كيفاش طيبي هذه الوصفه وكيفاش طيبي هذه الحلوه، تعلمي كيفاش تغزلي الزوج ديالك. هذا طبعا والزوج يحب ان تتغزل به زوجته، وتذكره بكلام زوين وكلام كيفاش غيفكر في امراه اخرى في الحلال ولا في الحرام، الا كان الكلام كيسمعوه في البيت ديالو من الزوجه ديالو. المصيبه انه ما كيسمعوش من الزوجه ديالو، كيسمعوا من وحده خدامه معاه ولا وحده كذا في الشارع ولا. لهذا المراه خصها هذاك الزوج تحاول تكسبه، ماشي تضيعه من يديها، ولا ضاع الزوج راه تضيع معاه الاسره ديالها بصفه عامه. كذلك الزوجه كتقترح على الزوج ديالها، دابا المراه هكا ملي كيولي هذا الطلاق العاطفي وبركوا على الميده وحاولوا يبينوا الاسباب ديال هذا المشكل وبداو كيبحثوا على الحلول، من الامور اللي خصها تقترحها الزوج على الزوج ديالها هو انهم يخرجوا بجوجهم.
بجوجهم بلا ما يخرجوش معاهم الولاد، يخرجوا للغدا يتغداو برا ولا يتعشاو برا ولا يسافروا بجوجهم فقط، ما يدو معاهم لا ولد لا بنت، يمشيو غير بجوجهم واخا غير ليله وحده يسافروا لواحد البلاصه بجوجهم كما كانوا كيديروا في الاول قبل ما يولدوا. هذا كذلك يجدد النشاط بينهما ويجدد المحبه بينهما، ولو بتكاليف بسيطه. حنا ماشي ضروري تنكونوا اغنياء عاد نخرجوا، تنكونوا اغنياء عاد ناكلوا برا، تنكونوا راه بما تيسر، بما تيسر. ولو انا المرات تهز الغدا ديالها يهز الزوج ديالها تقول يلاه نمشيو حدا البحر، ما يخلصوا لا في قهوه لا مطعم لا والو، معنا بابسط الامور اللي متوفره عندهم. ماشي ضروري الاغنياء هم اللي يخرجوا ويتفسحوا مع بعضياتهم فقط، حتى الفقراء بما تيسر لديهم. المهم هو الفرحه، المهم هو السعاده، المهم هي المشاركه، المهم هو تغيير الروتين اليومي اللي كتعيش عليه المراه، تعيش به المراه والزوج. نهار زوج عمرهم ما خرجوا مع بعضياتهم، نهار زوج عمرهم ما سافروا، نهار لا الانسان كما كيدير البرنامج ديال شحال من حاجه كنديروا لها البرنامج، وكذلك كيكون هذا البرنامج بين الزوج والزوجه. كان المراه كدير البرنامج ديال العيد الكبير، كدير البرنامج ديال رمضان باش تدوز رمضان كدير، ولكن قليل الازواج اللي كيديروا واحد البرنامج على غندير واحد الخطه باش نقتصد واحد المبلغ ديال المال نخرج غير انا والزوج ديالي نسافروا اولا نخرجوا. كما كديري هذا الشيء المراه هي اللي كتدبر هذه الامور. هذا في حاله ما كان الزوج الله غالب وفقير وما عندوش الامكانيات، هي تحاول تخلق هذيك السعاده بما تيسر من اقتصادها ومن طبعا توفير هذه الامور طبعا من داك الشيء اللي كيعطيها، ولا المهم بما تيسر. وربي ولا كانت عندها النيه الحسنه وان تحافظ على البيت ديالها، والله حتى ربي ييسر لها ويجيب لها من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك قلنا السفر الثنائي ولو مرة في السنة، تبادل الهدايا، هي تهدي لي مره تهدي لي، يفكروا مثلا نهار يتزوجوا فيه وتجيب لي واحد الهديه، هو مره اخرى هو غيتفكر مادام هي تفكرت اول مره، هو عاوتاني غيتفكر مره اخرى ويجيب لها هديه مثلا في ذاك اليوم اللي هما تلاقاو فيه ولا تزوجوا فيه. هذا كيفكرهم بالايام الخوالي اللي دازت اللي كانوا كيبغوا بعضياتهم. تبدا هي واخا ما كيجيوش لها الهدايا، تبدا هي هذا العام والعام الاخر مره اخرى هو قالت لك فيكم راه كيعادي، هو راه غيحشم شي نهار من راسه يقول لك وهي مسكينه ديما كتجيب لي الهديه، انا هذه المره نفرحها بشي حاجه. تغيير ديكور البيت، المراه قررت انها تغير حتى من الديكور ديال البيت، كيبقاش داك الروتين وداك التكرار ديال نفس المنظر نفس الفراش حنا ملي كنقولوا تغيير الديكور ماشي ضروري غتمشي تشري فراش جديد وغدير، راه بالذكاء ديالها يمكن تغير الديكور. كانوا الامهات ديالنا كنعقلوا بكري كان نجيو من المدرسه كنلقاو، انا شخصيا كنت كنلقاو امي مثلا البيت اللي كانوا كينعسوا فيه ديك الساعه ما كان لا بلاكارات لا والو، كانوا غير الماريو فيما حولاته كتهز هذا البيت تحولوا لهذا البيت، كتدخلي كتلقاي هذا البيت ولا تغير. وكان كيعجبنا حنا كاطفال، كان كيعجبنا ان تغير هذه المساله تغير. وكذلك الام هنا ماشي ضروري تشري فراش جديد وتشري كذا، بما تيسر لديها كتغير هاد السدايه تحولوا لهاد البلاصه، وهاد الطبله تحولها تحطها في هاد البلاصه وكذا، راه هذا فيه تجديد الحياة بين الزوجين. كذلك قلنا تحسين تغيير ديكور البيت، تحسين الوجبات، تغير ماشي نفس الماكله اللي كتحط دائما، نفس الطريقه باش كتحط اطباق، باش ندير شي ديال التغيير. دابا الحمد لله الوصفات متنوعه، بحال مثلا المراه كطيب السردين مثلا، الناس دائما كطيبوا غا كواري، كتعرفي هي غا كواري، لا تبدل كاينه انواع واشكال. وكما قلت لكم وسائل التواصل الحمد لله راه ما بقى فيها حتى شي حاجه ما كايناش، راه تقلبوا عليها غتلقاوها. كذلك كسر الروتين، ما يبقاش داك الروتين، نغيروا من الروتين ديال البيت. تطوير النفس نحو الافضل، المراه دائما تطور نفسها نحو الافضل من حيث الشكل ديالها، من حيث اللباس ديالها طبعا داخل البيت، اما خارج البيت راه الحشمه والستر معروف. كذلك من حيث التعليم تحسن من المستوى ديالها التعليمي، خصوصا الا كان الزوج هو متعلم وباغيها ترفع من المستوى ديالها، اذا دير ليه داكشي اللي بغا، في نفس الوقت راه هي تطورات شخصيا، وكذلك هذا سيسعد زوجها وسيديم المحبة والمودة بينهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بين الأزواج وأن يؤهلهم لحياة طيبة، حياة سعيدة، حياة أساسها المودة، أساسها السكينة، أساسها الألفة. وهذا هو آخر الدرس إن شاء الله تعالى، إن كان فيه خطأ فمن نفسي وإن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله